بسم الله الرحمن الرحيم. حوار مع تائبة. حوار مع تائبة أهم لقاء في حياة كل أخت مسلمة نفسها ربنا يكرمها ويرضى عنها ويحبها ويدخلها الجنة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حوار مع تائبة. ايه اللي بيشغل اغلب بنات هذا الجيل؟ سامحيني يعني واتكلم بصراحه ووضوح. اول حاجه البوي فريند. حوار مع تائبة. زوجك في الجنة يغنيك عن 1000 مليون بوي فريند. زوجك في الجنة إنسان فاضل، إنسان ربنا بيحبه، إنسان ربنا راضي عنه، واداله في الجنة قوة 100 رجل. يا الله 100 رجل. أيوة ده حبيبك اللي قال كده. نفسك فين؟ في الشهرة؟ لو عايزة تبقى مشهورة في السماوات السبع قوم انت وزوجك. لو كنت متجوزة ولو ما كنتش متجوزة قومي انت صلي بنفسك. نفسي أجمل واحدة انت في الجنة هتبقي أجمل من الحور العين أضعاف كثير. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة مش في الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حوار مع تائبة. البنات بالذات ما بيحبوش يكبروا أبدا، فهي بقى المشكلة دي تتعالج فين بقى؟ مش في الدنيا. ما هو في الدنيا بيعملوا ايه؟ أقصى حاجة بيعملوها يفضلوا يشدوا في الوش لحد ما يفرقع. لا هناك بقى حاجة ثانية. هناك ربنا يبارك فيكي لا تحتاجي لا شد وش ولا تحتاجي الصبحية تعملي بقى ايه أومليت بيض حطوه على الوش ولا الخيار ولا الحاجات الفاضي يعني سبحان الله. لا مش هتحتاجي السلطة دي خالص. هناك بقى في الجنة يعني المفضلات تفضلي الشباب على طول. حوار مع تائبة. في الزمن بتاعنا ده شباب كتير وبنات كتير تعبوا بجد بجد من المعاصي. انا بكلم اختي اللي تابت، اللي بعتبرها تابت واللي ان شاء الله هتتوب. أكثروا من عتابي بعد لبس الحجاب بت من قولهم في حيرة واضطراب حدثوني فقالوا مذ لبست الحجاب خانك السعد عودي حرة كالسحابة ولكن كيف أنزعه. عشان كده بقول لك اوعي تغتر بالدنيا، اوعي تغتر بالدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا ظهر للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. حوار مع تائبة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة عايز أبدأ صفحة جديدة مع كل أخت مسلمة. عايز أسألها سؤال في بداية لقاء الليلة. الحقيقة لقاء الليلة دي أنا مش بعتبره لقاء مهم
أنا بعتبره أهم لقاء في حياة كل أخت مسلمة نفسها ربنا يكرمها ويرضى عنها ويحبها ويدخلها الجنة. عايز أقول لأختي الفاضلة العزيزة الغالية، عايز أقول لها حاجة، لو ربنا بيحب حاجة ممكن تعمليها؟ يعني لو ربنا بيحب الحاجة دي بالذات هل ممكن تعمليها؟ يعني هل ممكن تضحي بحاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هديك مثال بسيط، لو في إنسان عزيز عليك في حياتك سواء الأب أو الأم أو الزوج أو الابن وكان نفسه في حاجة أو بيحب حاجة أكيد هتعمليها وتنفذيها. طب ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو ربنا بيحب حاجة بالله عليك قبل ما نتكلم وقبل ما نفتح الموضوع وقبل ما نفتح الصفحة الجديدة اللي احنا عايزين نقولها النهاردة، عندك استعداد تعملي حاجة ربنا بيحبها؟ طبعا هتقولي طبعا يعني ازاي ما اعملش حاجة ربنا بيحبها؟ هو أنا في حد عندي أغلى من ربنا؟ وده عشم فيكي، وأنا فعلا متأكد إن ده إحساسك، وعشان كده أنا واثق 1000,000,000% إن أنت بتحب ربنا بجد وإن أنت بتحب النبي بجد. وكتير من البنات والله بيحبوا ربنا وبيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاملين انتوا عارفين زي إيه؟ عاملين زي اللمبة الفلورسنت، بس يعني بكل أسف اللمبة دي رغم إنها نورها جميل بس عليها شوية تراب بسيط، ما على الداعية إلا إنه بس بقطعة حرير أو قطعة قماشة لينة يمسح بس شوية التراب من على اللمبة ترجع تنور ما شاء الله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كتير من الأخوات والله واقفين على كلمة حنينة، على يعني إشارة بسيطة بفضل الله، وربنا يكرمهم إن شاء الله. ربنا بيحب حاجة معينة أنا عايزك تعملها النهاردة، عارفة إيه هي؟ ربنا يحب إن أنت تتوبي. تقولي طب وأنا بعمل إيه؟ أقول لك إحساس الإنسان إنه ما بيعملش حاجة ده في حد ذاته محتاج إنه يتوب منه، لأن كلنا أصحاب ذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إحنا كلنا بنخطئ وكلنا أصحاب ذنوب، وحبيبك صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ربك سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك، الودود الرحيم الحليم الغفور الشكور سبحانه وتعالى، بيفرح لما تتوبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب. وشوف المثل الجميل ده، النبي بيصور لك المثل ده إن في واحد راجل ماشي في صحراء، حضرتك طبعا متخيلة منظر الصحراء، صحراء موحشة تخوف، والإنسان لما يكون ماشي ومعاه الدابة دي عليها أكل وشرب ولبس وفلوس وكل حاجة، يعني بالبلد كده عليها كل أسباب الحياة. فجأة انفلتت الدابة هربت منه، فالراجل يعمل إيه؟ مش قادر يجري وراها ومش عارف هي راحت فين. راح جاي في ظل شجرة وراح مضطجع نايم منتظر كل أسباب الموت. خلاص قال كده أنا ميت، فبدل ما أجري يمين وشمال خليني نايم. سبحان الملك، فجأة وهو في هذه الحالة وجد الدابة واقفة فوق رأسه فأمسك بخطامها، ومن شدة الفرح فرحان ما شاء الله الدابة دي وجودها مرة تانية كأن أسباب الحياة جت مرة تانية، فمسك بلجام الدابة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح. إيه رأيك يا أخت؟ ربنا يبارك فيكي في فرحة الراجل ده، فرحان ولا مش فرحان؟ طب بالله عليكي ليه حق يفرح ولا لأ؟ طبعا ليه حق يفرح، لدرجة إن فرحته نسته اللفظ اللي المفروض يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فراح أخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إيه رأيك بقى يا أخت إن ربنا بيفرح بتوبتك أنت أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة بتاعته؟ مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا عايز النهاردة تعملي حاجة ربنا بيحبها، ربنا فعلا بيفرح بيكي لو تبتي والله العظيم. وصدقيني أنا والله العظيم عايز لك الخير، ونفس ربنا يجمعك مع زوجات النبي أمهات المؤمنين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عايز أقول لك إن أنا كنت عملت درس قبل كده للشباب كان اسمه حوار مع تائب، والحمد لله أن يسر الله عز وجل له القبول في قلوب الشباب. وطبعا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، ليكي حق علينا، وأنا متأسف إن اتأخرت على الشريط ده، لكن فعلا ليكي حق علي وأنا حقك علي. أنا بعتذر قبل ما أتكلم في الشريط ده، أنا بقول لك أنا آسف على تأخري في هذا الشريط. سبحان الله، من باب قول النبي عليه السلام النساء شقائق الرجال، كان لازم أعمل لك درس مخصوص اسمه حوار مع تائبة، عشان أساعدك إنك تعملي حاجة ربنا بيحبها وبيفرح بيها لما أنت تعمليها. عشان كده يعني لو ما فيش حاجة ولا فايدة من إن أنت تتوبي إلا إن ربنا بيفرح بتوبتك لكن كفاية. أنا من جوايا بقول والله يا أخت ربنا يبارك فيكي،
أنا كل لما أتوب من أي حاجة بستحضر نية إن أنا بعمل حاجة بتفرح ربنا، حاجة ربنا بيحبها، حاجة ربنا بيفرح بيها سبحانه وتعالى. عشان كده عايز أبدأ الدرس ده بمسألة معلش خطيرة شوية، ومشهد أنا خايف عليك منه. عشان كده بقول لك احذري المشهد ده واوعي تقع في المشهد ده، عشان نبدأ بعد كده نتكلم في موضوع التوبة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المشهد ده أختنا كنت قلته في درس اسمه احذر أن تكون منهم. المشهد باختصار شديد جدا إن يوم القيامة لما ربنا يجمعنا يوم القيامة للحساب سبحانه وتعالى، وينقسم الناس إلى فريقين، فريق يخش الجنة، أسأل الله أن يجعلك منهم يا رب العالمين، وتكوني كده في الفردوس الأعلى قولي أمين. وفي ناس تانية هتخش النار، ربنا يعافيك يا رب ويعافينا منهم. فلما دخلوا النار وقعدوا في قعر النار وعمالين بيتعذبوا، فجأة لقوا منظر غريب جدا، كانوا يعني مش متخيلين إزاي ده يحصل في النار. لقوا الملائكة بتاعت النار شايلة منبر وطلع بيه في المقدمة، وأول ما حطت المنبر لقوا واحد بيشق الصفوف وماشي ووصل لحد المنبر، هم مش عارفين ده مين لأنه كان مديلهم ظهره. وفجأة بدأ يطلع درجات المنبر وبدأ يستدير وبدأ يخطب خطبة في النار. إيه ده؟ في حد هيخطب خطبة في النار؟ والله ربنا قال لنا على الكلام ده في كتابه سبحانه وتعالى. رغم ذلك يعني قليل جدا اللي كان حريص جدا ان هو يعني ياخد باله من المشهد ده، او انه يحذر انه يكون من اهل هذا المشهد. سبحان الله، طلع اللي هيطلع ده يخطب، وفجأة تدور مين دوت يا ترى؟ تخيلي من حضرتك ده ابليس، ده المعلم الكبير بقى، ده بتاع كل بقى المشاكل كلها اللي حصلت لكل المسلمين منذ يعني خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ده الكبير بتاع القعدة بقى، طلع وراح خاطب خطبة. ربنا سطر هذه الخطبة في كتابه من قبل أن نرى هذا المشهد. أسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أهل هذا المشهد. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هي دي خطبة بقى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. تخيل الشيطان بيسخر من الناس اللي سمعوا كلامه، بيقول لهم شفتوا بقى أنا ضحكت عليكم وقاعدين مع بعض في النار، وهخطب فيكم خطبة عشان أعرفكم إن أنتم ضحك عليكم وبعتوا كل حاجة من أجل لا حاجة. سبحان الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. العجيب يا أخت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، العجيب إن يكون في المشهد ده ناس حاجزين صف أول. يعني لك أن تتخيلي ناس كثيرة جدا يبقوا قاعدين رجالة وستات، واخد بالك، وقاعدين صف أول يسمعوا الشيطان في النار. ربنا يعافينا ويعافيك. يعني هم في صلاة الجمعة في الدنيا يمكن ما يكونوش بيصلوا ولا جمعة، لكن هناك حاجزين صف أول وقاعدين رجالة ونساء كتير. رجالة ونساء كتير. سبحان الله. إذا على كده إبليس هيقدر يضحك على كل الناس دي؟ والله تخيلي، ده ربنا اللي قال كده. قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ربنا يجعلك من القلة القليلة الجميلة دي، إلا فريقا من المؤمنين. طب إيه هو ظن إبليس؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني هخلي عبادك دول ما يشكروكش يا رب لا في صلاة ولا عبادة ولا ذكر ولا قرآن، وهيبعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالي يا أخت، ربنا يبارك فيك، نبدأ الموضوع من أوله، بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الموضوع يبدأ من إن شباب كتيرة ما شاء الله في الزمن بتاعنا ده، شباب كتير وبنات كتير تعبوا بجد من المعاصي. الشاب من دول قعد في كل معصية يجيبها من أولها لآخرها، وكل حاجة جربها لحد ما زهق خلاص. طب يعمل إيه؟ بدأ يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأت تظهر بوادر صحوة جميلة بجد بين الشباب، وده شيء والله يسعد كل إنسان غيره على دينه. لكن في المقابل يا أخت ربنا يبارك فيك، بكل أسف في بنات كتيرة وشباب كتيرة لسه ما زالوا في غفلة، وكل مدى بيبعدوا أكتر وأكتر. ونفسي والله نفسي إننا نلحقهم قبل ما الفرصة تفوت. خدي بالك الليلة دي هيكون الدرس بعنوان إيه؟ إحنا قلنا حوار مع تائبة. طب ليه قلت حوار مع تائبة؟ ليه سامحيني يعني ليه ما قلتش حوار مع مذنبة أو حوار مع عاصية؟ لأن زي ما قلت لك وزي ما بقول لك وهقول لك على طول إن أنا دايما رافع شعار البسمة والرحمة. مش عايزين حد ييأس من رحمة ربنا، وعايزين ننتقي مع الناس حتى أجمل ألفاظ، حتى مجرد إنها تجرحه، مش عايزين لفظ يجرحه. في أكتر من كده مش عايزين حد ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيبشر الرجل بأن هو من أهل الجنة قبل ما يخش الجنة. فأنا من باب البشرة حتى قبل ما تتوبي
أنا بقول لك ده حوار معاكي يا تائبة، لأن أنا إن شاء الله مستبشر خير وعندي حسن ظن بالله إن أنت لما تسمع الشريط إن شاء الله هتكوني تائبة. فمن قبل ما تتوبي بقول لك أنت تائبة، خدت بالك؟ هو ده اللي أنا أقصده. فعشان كده بقول لك حوار مع تائبة. أنا بكلم أختي اللي تابت، اللي بعتبرها تابت، واللي إن شاء الله هتتوب، والخير كله جاي. والله والله الخير كله في الشباب اللي جاي والبنات اللي جايين دول كلهم. إن شاء الله هنلاقي كلهم عباد لله، هنلاقيهم كلهم دعاء إلى الله سبحانه وتعالى، هنلاقيهم كلهم عباد في صلاة وعبادة وصيام وطلب علم ودعوة إلى الله، هينشروا الخير. الأمل كبير في الله سبحانه وتعالى إن الجيل اللي جاي دوت يرفع راية التوحيد ويعلم الدنيا كلها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك جيلا يعرف قدر الله وقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أبدأ الدرس أخت ربنا يبارك فيكي، بالله عليكي يعني دي يعني رجاء مني إن بالله عليكي تحس فعلا إن أنا أخوكي اللي خايف عليكي والله، وفي نفس الوقت بتمنى لك كل خير. ده النبي قال المسلم أخو المسلم، فكل شاب مسلم على وجه الأرض ولو كان عاصيا أنا بعتبره أخويا، وكل مسلمة تبقى أختي يعني حتة مني، فلازم أخاف عليها. عشان كده بقول لك اعتبريني أخوكي. وخدي بالك من حاجة، أنا عارف إن أنت هتقولي لي طب وأنت خايف عليا كده ليه الخوف ده كله؟ هقول لك لأني اتعلمت الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبي وأسوتي وقدوتي، هو اللي اتعلمت منه كده. اتعلمت من النبي إن أنا أخاف على كل مسلم ومسلمة من النار. خدت بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف على الكافر إن يموت كافر فيخش النار، فما الظن بخوف النبي على المسلم الموحد؟ واضح يا أخت؟ أنا هديك قصة صغيرة كده بس برضه تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، عارفة الإمام البخاري إمام كبير عالم ما شاء الله، فنقل أحاديث النبي عليه السلام. والإمام البخاري روى الحديث ده يعني إيه، فإن النبي عليه السلام في يوم من الأيام كان في غلام يهودي كان بيخدم النبي عليه السلام. النبي عرف إن الغلام ده في مرض شديد جدا، يعني تقريبا في بداية سكرات الموت. فالنبي راح له ودخل عليه البيت وقال له يا غلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال يعني الغلام مش قادر يقولها لأن أبوه واقف، أبوه يهودي برضه يعني سبحان الله. فالغلام بص لأبوه، فأبوه راح قال له إيه؟ أطع أبا القاسم، اسمع كلامه واسلم. فأسلم الغلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عارفة النبي عمل إيه؟ فرح فرحة ما تتخيلاش، لدرجة أنا عايزك تتخيلي منظر النبي وهو خارج من عند الغلام بيمسح على لحيته وبيبتسم يقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. شفت بقى النبي كان بيخاف على الكافر إنه يموت كافر فيخش النار. عشان كده النبي كان عايز هداية البشر كلهم. النبي أختنا ربنا يبارك فيك كان ليه قوة 4000 رجل، كان ممكن يقتل كل المشركين لكن ما رضيش يقتل حد، ما قتلش غير واحد بس، ودي كان ليها قصة مش وقت حكايتها. لكن الشاهد ان النبي كان اهم حاجة عنده انه يعبد القلوب ديت لله، انه يخلي القلوب دي كلها تسجد لله قبل ان تسجد الابدان. خدت بالك؟ النبي عايز يعبد الكون ده كله لله، زي ما قال تلميذه النجيب، والتلميذ بقى بيوضح لك نجابة الأستاذ صلى الله عليه وسلم. ربعي بن عامر لما سألوا رستم قائد جيوش الفرس قال له من أنتم؟ أنتم مين؟ وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هي دي وظيفتنا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله يا أخت والله النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه بيتقطع عشان كل الناس اللي على وجه الأرض دول كان نفسه الدنيا كلها تسلم لله، لدرجة ربنا قال له إيه؟ ربنا بيقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني كأنه بيقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنت هتموت نفسك عشانهم. شفت المعنى؟ والآية الثانية فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والآية الثالثة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عرفت ليه أنا خايف عليكي؟ عرفت أنا خايف عليكي ليه؟ عشان أنا بقلد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علمني كده، النبي علمني أن أخاف على كل مسلم ومسلمة، بل علمني كمان أن أخاف على الكافر أن يموت كافر. خدت بالك؟ فعشان كده أنا بخاف عليكي لأن أنت مسلمة وموحدة، فعشان كده خايف عليكي. ومش خايف عليكي وبس، لا ده أنا نفسي تتمتعي وتدوقي طعم وحلاوة الإيمان. إيه ده هي لها طعم؟ والله لها طعم. تخيلي زي ما بتحط حتة الجاتو أو البسبوسة في بقك كده فبتحس بطعمها في لسانك، الإيمان لما تحطيه في قلبك تحس بطعمه في قلبك. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نفسي ربنا يجمعك مع أمهات المؤمنين في الجنة. عايز أقول لك حاجة كمان، يا ترى أنت إيه أسعد يوم في حياتك؟
أسعد يوم وأسعد لحظة مرت في حياتي. أنا عارف إن أنت ممكن تكوني عشت وسافرت وتمتعت ورحت وجيتي وحسيتي بالسعادة الدنيوية، لكن عارفة أقسم لك بالله إن أسعد يوم يمر عليكي وأسعد لحظة تمر عليكي هي اللحظة اللي ربنا يرضى فيها عنك ويحبك. وربنا بيحب مين؟ بيحب التوابين. ربنا قال كده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا ده أنا هوضح لك المثال أكتر. تسمع عن واحد اسمه كعب بن مالك، ده صحابي جليل كان النبي بيحبه. الصحابي الجليل ده غلط غلطة مرة واحدة في عمره. الغلطة دي يا أخت ربنا يبارك فيكي إن هو في غزوة تبوك اتأخر عن النبي، ما راحلوش وما كانش عنده عذر، فالنبي أمر الصحابة راحوا مقطعينه 50 يوم لحد ما نزلت التوبة عليه من الله عز وجل من فوق 7 سماوات بعد 50 يوم. لك أن تتخيلي النبي قال له إيه ساعتها؟ ما قالوش مبروك عليك التوبة وخلاص وكده وسكت، لا 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 لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هو ده أفضل يوم، هو ده أفضل يوم ما ربنا تاب عليك. وخدي بالك من حاجة، العبد لما بيصدق مع ربنا بيكرمه. كعب بن مالك ما تابش من نفسه بس، لا ده ربنا هو اللي رزقه بالتوبة، فراح تايب كعب بن مالك فربنا قبل منه التوبة. ايه الدليل على كده؟ من القرآن قال جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى ربنا تاب عليه الأول هو والاثنين اللي معاه، ما هم 3 تخلفوا عن غزوة تبوك، ربنا تاب عليهم هم ال3 فهم تابوا، فلما تابوا قبل الله توبتهم. الله، هو ده بقى قول النبي إن تصدق الله يصدق. هقول لك حاجة كمان، أنا عارف إن أنت هتقولي، ما أنا خدي بالك من حاجة، أنا يعني بتخيل الحوار اللي هيدور بيني وبينك، متخيل أنت هتقول إيه وأنا هرد عليك يا ستي وهريحك في كل الكلام اللي أنت نفسك تقوليه. أنا عارف إن أنت هتقولي بس الحياة فيها حاجات جميلة ويعني ولذيذة وليه نحرم نفسنا منها. هرد عليكي أقول لك والله يا أخت كل المتعة اللي أنت شايفاها في الدنيا دي كلها صور، ما هياش حقيقة بجد، يعني صدقني ولا لا؟ يعني سبحان الله المتعة الحقيقية فين؟ في الجنة. والمتعة الوحيدة اللي موجودة في الدنيا صح هي نعمة ولذة الإيمان والطاعة. يعني اللي في الدنيا دي صور حاجات يعني أنت لو تمتعت أي متعة بعد المتعة دي تلاقي أشياء تنغص عليك حياتك، ومفيش متعة كاملة كمان، ولو كانت كاملة ما هياش دايما. سبحان الله. أديك مثال بسيط عشان نوضح لك المسألة. لو جه واحد من الناس قالوا له هندخلك صالة كبيرة جدا مليانة ذهب وألماظ ولولي وحاجات زي كده، وجمع اللي انت عايزه بس قدامك نص ساعة بس. في خلال نص ساعة لو عايز تحمل كل الذهب ده بالبلدوزر حتى براحتك، بس بشرط بعد نص ساعة هتسمع جرس تتفضل تطلع بره. ايه اللي حصل يا اخت؟ فالراجل دخل، اول ما دخل لسه بيبص ايه ده كل دي مجوهرات ما شاء الله، لا ده انا لازم الم بقى واكون مستقبل واظبط الامور. فجأة لسه هيلم لقى صورة بتلمع على اليمين كده على الحيطة، بص لقى فيلا. الله، ايه الفيلا الجميلة دي؟ ان شاء الله لما اجيب الذهب ده ان شاء الله اول حاجة ابني فيلا زي دي، او بلاش فيلا، لا فيلتين، فيلا في القاهرة وفيلا في اي مكان كده على البحر كده. طيب لسه بيجمع الذهب لقى صورة ثانيه، ايه اللي بيحصل؟ ما شاء الله ده واحدة شكلها جميل قوي، ان شاء الله لما يبقى معايا الفلوس ديت بجوز واحدة زي ديت ان شاء الله. فجأة لسه بيلم بص لقى عربية اخر موديل، الله، عربيتين 3 من دول بقى، ولسه عمال يفكر في الفيلا واللي هيتجوزها ديت والقصر ومش عارف ايه والعربية. فجأة سمع الصفارة، في ايه؟ قالوا اطلع بره. لسه ما لحقتش الم، قالوا له احنا قلنا لك نص ساعة تلم اللي انت عايزه، لكن بعد نص ساعة تتفضل بره. وبالفعل طلع بره. عارفة دي عاملة زي ايه؟ انسي المثل ده خالص. المولى عز وجل مالك الملك ومالك الملوك خلق الإنسان وقال له خليك في الدنيا جمع حسنات، اغرس عمل صالح كتير على قد ما تقدر، صلاة وعبادة وصيام وحج وصلة رحم وبر والدين وطلب علم ودعوة إلى الله وذكر لله وقرآن. وبعدين فجأة هيجي لك ملك الموت هيقول لك ايه؟ هينادي عليك بنداء من 2، هتخرج من الدنيا. هيبقى كأن هي دي الصفارة اللي الراجل سمعها. يبقى خرجت من الدنيا. طب يا ربي ده انا اصلا ما لحقتش، اصلا انا كنت ناوي اتوب لما اتجوز، معلش الموت ما يعرفش لا صغير ولا كبير. طب يا ربي طب بعد ما عدي 60 ما اصلا ما خدتش فرصتي. لا خد بالك، الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا. هي دي المسألة، ان متعة الدنيا صور، اما كنتش تلحق ان انت تاخدي أكبر قدر من حسنات توصلي بها أعلى درجة في الجنة هتندمي. عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم 5 قبل 5. وهيجي الحديث إن شاء الله معانا دلوقتي. عشان كده بقول لك اوعي تغتر بالدنيا. أسألك سؤال بسيط جدا، أنت أخت ربنا يبارك فيكي والله، وأنا بقول لك وبذكرك مرة تانية،
اعتبر ان انا اخوك وخايف عليك، وبقول لك الكلام ده مش عشان اضايقك، انا بقول لك الكلام ده عشان نفسي ان مفيش لحظه من عمرك تعدي تندم عليه. انت مهما جمعتي من الاموال، يعني ايه اكتر حاجات مأثره عليك في حياتك؟ الغنى، الجمال، الشهره، الصيت، القوه، يعني ايه اللي انت عايزاه من الدنيا؟ ايه المتعه اللي انت بتتمنيها؟ اول حاجه يعني المال. مهما جمعتي من الاموال، هل ممكن تكوني اغنى من قارون؟ ده ربنا قال ايه عنه؟ قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا الله، يعني مجموعة من الرجال الأقوياء ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعة الخزائن، فما ظنك بما في الخزائن؟ إيه اللي حصل لقارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض، بس مات خلاص. طيب عايزة تبقى إيه؟ تبقى جميلة؟ طب مهما كنت جميلة هتكوني أجمل من سيدنا يوسف عليه السلام ورغم ذلك مات. مهما بلغت من القوة، مثلا لو بتحب القوة يعني، هتكوني أقوى من سيدنا موسى عليه السلام رغم ذلك مات. مهما بلغ قدرك عند الله هتكوني أغلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهو النبي برضه مات، كلنا هنموت. ولذلك قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وبعد الموت يا أخت ربنا يبارك فيكي في حساب، لأن ربنا قال كده أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. معقولة كده؟ معقولة الإنسان هيتساب كده؟ ما هو لو هيتساب كده كانت المسألة تبقى بسيطة، لكن لازم يبقى فيه يوم عشان نتحاسب فيه على الخير اللي بنعمله أو على الشر اللي بنعمله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. عارفة يا أختي لو ما كانش في آخرة كنا ممكن نعيش على مزاجنا. عشان كده بقول لك اوعي تغتر بالدنيا، اوعي تغتر بالدنيا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا ضار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. إن المكارم أخلاق مطهرة الدين أولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين باقيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
وتعالي بسرعة بقى نعمل مقارنة سريعة بين نعيم الدنيا وبين نعيم الجنة. أنا عايز أسألك سؤال، إيه اللي بيشغل أغلب بنات هذا الجيل؟ سامحيني يعني وأتكلم بصراحة ووضوح ونفتح صفحة كده عشان نقدر نداوي المشاكل اللي احنا عايشين فيها أو اللي واقعين فيها. أول حاجة البوي فريند، يعني واحدة متعلقة بشاب هو ده بالنسبة لها أغلى حاجة عندها، وهي متخيلة إنه هيتجوزها رغم إن هي عارفة يقينا إن 99% من العلاقات اللي بتدور بين الشباب والبنات لا تنتهي بالزواج أبدا. ليه؟ الشاب عنده في دماغه حاجة مركوزة في دماغه، إن يوم ما امشي مع بنت أكيد ممكن تمشي مع 100 غيري، يبقى اللي امشي معاها حاجة واللي اتجوزها واحدة تانية خالص. واضح كده؟ سبحان الله. زوجك في الجنة، ربنا يا رب يجعلك من أهل الجنة، زوجك في الجنة يغنيك عن 1000 مليون بوي فريند. زوجك في الجنة رجل تقي، إنسان فاضل، إنسان ربنا بيحبه، إنسان ربنا راضي عنه، إنسان النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم، إنسان جه يوم القيامة ربنا راضي عنه، ويعني والإنسان ده فعلا وفى حق ربنا سبحانه وتعالى فدخله الجنة واداله في الجنة قوة 100 رجل. يا الله، 100 رجل! أيوة ده حبيبك اللي قال كده، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. مش بقى ترابيس ومجالس في الدنيا، لا لا لا، ده راجل بقى من أهل الجنة ليه قوة 100 رجل. إيه اللي شغل التاني؟ الفلوس. أدنى أهل الجنة، أقل واحد في الجنة، والحديث رواه مسلم، هياخد قد الدنيا 11 مرة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ما تصلي عليه. النبي قال إن ربنا قال في الحديث، قال جل وعلا لعبده يوم القيامة اللي هو أدنى أهل الجنة، قال: أترضى أن أعطيك الدنيا و10 أمثالها؟ قال: رضيت يا رب. قال: فذلك لك. خدت بالك؟ وآخر واحد هيخش الجنة ربنا يقول له إيه؟ أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: يا رب أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. بتحب إيه تاني؟ أنا معاكي واحدة واحدة، هنفضل ماشيين خطوة خطوة نشوف إيه اللي أنت نفسك فيه وأقول لك هتلاقيه فين. في الجنة. في الجنة بجد، يقينا كل اللي أنت عايزاه هتلاقيه في الجنة، ويقينا كل اللي أنت عايزاه مش ممكن هيتحقق كله في الدنيا، ولو اتحقق مش هتقدري تحتفظي بكل حاجة. خدي بالك يا أختي من حاجة، لو نفسك في عربية، حاجة من الاثنين، جبت العربية أو ما جبتهاش. لو قدرت ان انت تحصل على العربية برضه هيحصل حاجة من الاثنين، يا اما في يوم من الايام هتخرجي من الدنيا وتسيبيها، يا اما انت هتفتقري وتبيعيها. صح ولا لا؟ يعني في الحالتين انت سايباها. انما في الجنة مفيش متعة، مفيش ولا متعة ولا لذة، لا هتسيبك ولا هتسيبيها. نفسك في ايه؟ في الشهرة؟ يا الله، لو عايزة تبقى مشهورة في السماوات السبع، في السماوات السبع، قوم انت وزوجك لو كنت متجوزة، ولو ما كنتش متجوزة قومي انت صلي بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. شوف النبي بيقول إيه؟ فإن قام الزوج والزوجة وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله، نفسك في ايه تاني؟ تقولي طبعا نفسي ابقى جميله، يعني الواحد برضه ايه، يعني الجمال شيء حلو في حياه الانسان. نفسي ابقى اجمل واحده. انت في الجنه هتبقي اجمل من الحور العين اضعاف كثيره. مصدقاني؟ بلاش مصدقاني، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الحور العين في الجنه اخت، لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر. الله، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. شفت المواصفات الجميلة دي؟ أهو أنت بقى تبقى أجمل منها أضعاف كثيرة. فين؟ في الجنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك، زي يعني أنت كإنسانة مؤمنة بتحب ربنا وإن شاء الله هتعملي حاجة اللي بيحبها ربنا، هو برضو بيطمنك بأربع حاجات وأنت داخلة الجنة. أنا عايز يعني بس إيه، عايزك فعلا تطرحي الدنيا ورا ظهرك. مش معنى كده بقول لك ان انت بقى يعني هتبعد عن كل متعه في الدنيا، لا، اتمتعي بس في طاعه ربنا، اتمتعي بعيد عن معصيه ربنا، عيشي حياتك وانطلقي في المباحات اللي ربنا يسرها لك، بس بشرط ما نقعش في شيء يغضب ربنا ولا يخالف امر نبينا صلى الله عليه وسلم. عارفه وانت داخله الجنه يا رب يجعلك من اهل الجنه، قولي امين. حديث رواه مسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بيقول: ينادي مناد من قبل الله يوم القيامه. هيقول ايه؟ إن لكم. الكلام ده وانت داخله من باب الجنة. يعني إيه؟ يعني أنت في الجنة هتلاقي نعم كثيرة ونعيم ومتع مش هتخطر على قلبك. ربنا قال كده، حديث في الصحيحين، حديث قدسي، يقول جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة، مش في الدنيا،
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله العظيم لو قعدت تتخيلي في نعيم الجنة من هنا لحد آخر يوم في عمرك، والله ما هتقدر توصلي لوصف شيء يعني جزء من معشار مليون جزء من الجنة. ده مش ممكن، شيء فوق الخيال. ما غرس كرامتها إلا الملك، مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فهتسمع الأربع نداءات الجمال دول اللي هيطمنوك على النعيم اللي هيبقى جوه في الجنة. ينادي مناد من قبل الله إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. أكيد طبعا عييتي قبل كده، وأكيد جه عليك وقت بتقول يا رب إمتى هتشفيني، أنا تعبت. صح، هناك ما فيش عيا، هناك ما فيش أمراض، هناك مش هتضطر تشتغل شغلانة عشان نفسك إن أنت تحافظ على التأمين الصحي، لا، يعني هناك ما فيش بقى الأمراض ولا أي حاجة. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا يمكن يجيلك المرض. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لا يمكن تموتي أبدا، تفضلي كده في النعيم ده مخلدة. لا تخافي بقى من الموت، ويا ترى هموت إزاي؟ طب هموت وأنا في البيت، ولا هموت وأنا في الشارع، ولا هموت غرقانة، ولا هموت تحت بيت، ولا هموت. أنت عارفة الإنسان أحيانا بيخطر على باله موضوع الموت ويتخيل طب أنا هموت إمتى وإزاي وفين؟ لا، هناك ما فيش موت. وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم، دي هتعجبك أول حتة اللي جايه دي، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أنت عارفة البنات بالذات ما بيحبوش يكبروا أبدا، عايزة يبقى عندها 85 سنة وتبقى بنت 20 سنة، صح كده؟ فهي بقى المشكلة دي تتعالج فين بقى؟ مش في الدنيا. ما هو في الدنيا بيعملوا إيه؟ أقصى حاجة بيعملوها يفضلوا يشدوا في الوش لحد ما يفرقع. لا، هناك بقى حاجة تانية. هناك ربنا يبارك فيكي لا تحتاجي لا شد وش، ولا تحتاجي الصبحية تعملي بقى إيه أومليت بيض تحطوه على الوش، ولا الخيار، ولا الحاجات اللي بتحطوها دي يعني إيه سبحان الله. لا، مش هتحتاجي السلطة دي خالص. هناك بقى في الجنة يعني بفضل الله تفضلي شباب على طول. يبقى سنك قد إيه في الجنة؟ 33 سنة على سن سيدنا عيسى. تفضلي طول يعني ما هي ده انت هتفضلي مخلده في الجنه على طول في السن ده 33 سنه. اللي يسالك في الجنه اول ما تخشي سنك قد ايه؟ 33 سنه. بعد مليون سنه برضه 33 سنه. بعد 100 مليون سنه برضه 33 سنه، وانت صادقه. ليه؟ لان انت مخلده على هذا السن. يبقى ايه؟ وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. وفوق ده كله بقى خدي النعيم بقى، رب يكرمك وينعمك في الجنه. قولي امين. وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم بجد. انت فرحانة بإيه في الدنيا؟ مش بقول لك صور، والله صور. ضحكوا عليك وقالوا لك المتعة في الدنيا، ضحكوا عليك وقالوا لك هتبقى جميلة لما تمشي كده بالبنطلون الاسترتش والبادي، وخصوصا لو كان البادي يعني فوق البطن ومش عارف ايه والحاجات اللي بتحصل دي. ضحكوا عليكي. النعيم كله في الجنة واللذة كلها في الجنة. وانا متأكد ان اكيد نفسك اتفتحت دلوقتي الجنة، صح ولا لا؟ انا متأكد من كده. طيب حاجة تانية، طب طالما نفسك بقى اتفتحت للجنة، انا عايز اسالك سؤال. يا ترى انت لما بتقعدي مع نفسك بالله عليك، طبعا لما بتكلم اختي وبقول حوار مع تائبه، مش عايز اقول حوار مع مذنبه او عاصيه، انا بقول هي واقعه في المخالفات، هي متبرجه، هي بتسمع اغاني، هي ممكن يكون لها علاقه مع البوي فريند، هي ممكن تكون بتشرب اي حاجه، هي ممكن وانا ما اقدرش ان انا احط ايد على الجرح وافضل اتك. لا، انا عمال بتكلم من بعيد لبعيد عشان ما اجرحش حد بكلمه، لاني ده طبيعتي، ما بحبش اجرح حد بكلمه، بحب اتكلم من بعيد واللبيب بالاشاره يفهموا. ما دام نفسك اتفتحت للجنه، اسالك سؤال بالله عليك يا اخت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. انت لما بتقعدي مع نفسك بتحسي انك انت كده صح؟ بالله عليك يعني انت علاقتك مع البوي فريند والاغاني والتبرج والصارخ ده والميك اب والكعب العادي، كل ده لما اقعدي اسالي نفسك، كل ده ممكن يرضي ربنا؟ ما احنا اتفقنا انت بتحب ربنا وبتحب النبي عليه السلام، واحنا قلنا النهارده انت لازم تعملي حاجه ربنا بيحبها، وانت بنفسك بتقري وانا واثق من غير ما اسمعك ان انت بتقولي دلوقتي طبعا بحب ربنا. هو في حد في الدنيا ما يحبش ربنا؟ ده ربنا نعمه عليا كتير، ده ياما سترها عليا وياما كرمني وياما. والله لو تعرفي ربنا بجد لا تحبيه، والله لو تعرفيه بجد هتحب. هتقولي انا مش عارفاه، هقول لك احنا كلنا لحد الان لسه ما عرفناش ربنا بجد. ده احنا لو عرفنا ربنا فعلا المعرفة الحقيقية، والله ما نبطل عبادة، ما نبطل ذكر ليه سبحانه وتعالى، ما نبطلش ابدا قراءة قرآن، ما نبطلش صلاة وسجود لله. ده الملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى، الملائكة في منهم ملائكة في موضع القيام لله منذ أن خلقوا إلى قيام الساعة، وملائكة ركوع لله، وملائكة سجود لله منذ أن خلقوا وإلى أن تقوم الساعة. ولما ينفخ في الصور يقوم الملك من السجدة دي اللي بقى لها شوفي بقى آلاف السنين، ويقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. حسيتي بالمعنى الجميل ده؟ سبحان الله. انت بقى
لما تسألي نفسك كل اللي انت فيه ده هل ممكن يرضي ربنا؟ يا ترى نساء النبي أمهات المؤمنين أمك حبيبتك كانت كده؟ واوعي تزعلي مني، والله العظيم أنا حريص كل الحرص إن أنت ما تزعليش مني أبدا، لكن أعمل إيه؟ خوفي عليك هو اللي دفعني إن أكلمك بصراحة ووضوح. عايز أقول لأختي الغالية، وبقول لأختي الغالية لأنك فعلا غالية، اللي عاملة في نفسها كده وماشية في الشارع بالميك اب والكعب العالي والتبرج الصارخ، دي مش أنت. لا لا لا، أنت أحسن من كده بكتير والله، بس هو الشيطان هو اللي ضحك عليك وزين لك الكلام ده كله. لكن اوعي تسمعي كلامه للآخر لحسن تحضري المشهد اللي احنا قلنا عليه في أول الدرس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. اوعي يضحك عليك، اوعي يستدرجك لحد ما تضيعي نفسك، اوعي. أنا متأكد إن أنت مش اللي ماشية بالكعب العالي والميك اب والتبرج الصارخ ده. لا لا لا، مش أنت أفضل وأحسن من كده بكتير. هي بس فترة مؤقتة استطاع الشيطان إن يغلبك في الجولة الأولى، لكن الشاطر اللي يضحك في الآخر. أنا واثق ومتأكد وعلى يقين وعندي حسن ظن بالله إن بعد ما تسمع الشريط ده إن شاء الله هتضرب الشيطان بالضربة القاضية إن شاء الله، وهتخلص عليه وتفوقي بقى وتقولي لا ده أنا أمل الله، أنا إن شاء الله أكون زي عائشة زي فاطمة وزي صفية زي أنا دول هم دول السلف بتوعي، هم دول القدوة والأسوة، إن شاء الله أكون زيهم إن شاء الله. أنا عارف إنك هتقولي بس برضو أنا نفسي أعيش حياتي وأتمتع. ما هو في نفس الوقت ما أنا بين نارين، بين إن أنا أحرم نفسي من متع الدنيا وأخش الجنة بحسن ظن بالله، وبين إن أنا برضو واحدة لسه صغيرة ونفسي أعيش. أقول لك وأنا متفق معاك، أنا وافق في الحتة دي، من حقك طبعا تعيش أجمل حياة. بس يا ترى السؤال إيه هي أجمل حياة في نظرك؟ هل هي الحياة في الميك اب والكعب العالي والتبرج والشباب اللي عمالين يبصولك ويشوفوكي ويعكسوكي وفي الأغاني والمزيكا وفي البوي فريند والكلام ده كله، ولا هي اللذة الجميلة اللي تلاقيها لما تكون عندك كده راحة بال وطمأنينة وسعادة وسكينة وإحساس كده بحاجات كده جميلة في قلبك، تحس إن ربنا راضي عنك، ربنا بيحبك، تحس إن أنت نفسك راضية عن نفسك، مبسوطة من اللي أنت بتعمليه، تحس إن أنت ماشية في أمان. عارفة يا أخت ربنا يبارك فيكي، أنا مرة سألت واحدة كانت اتصلت بيا فبتسألني، فهي متبرجة بتسألني بعض الأسئلة، فبقول لها بالله عليك وأنت نايمة بتنامي مطمنة؟ قالت لي أبدا والله، رغم إن أنا متبرجة ونفسي أتحجب، بس أنا وأنا نايمة أنا ببقى خايفة أموت وأنا على كده، ببقى نفسي إن أنا أتوب قبل ما أموت. شفت المسألة عاملة إزاي؟ فالإنسان لما يكون نايم على طاعة الله، أجمل ليلة وأجمل نومة لما تنامي وأنت مطيعة لله، واللي أجمل منها أكتر بقى لما تنامي ورجليك دي اتقطعت من التعب وانت رايحة تدعي نساء تانيين وأخوات تانيين علشان يلبسوا الحجاب وعشان يتوبوا ويبقوا زيك بفضل الله. أجمل ليلة لما تنامي كده وانت بتذكريهم بالله وراجعة تعبانة من مشوار، رحت دعيت الأخت فلانة والأخت فلانة والحجة فلانة ودعيتهم إلى الله عشان أذكرهم بالله سبحانه وتعالى وراجعة تعبانة. أجمل ليلة هتناميها، ربنا يبارك فيك. بعدين في حاجة تانية مهمة، فترة الشباب اللي انت عايشاها ديت، يا رب يبارك فيك وفي شبابك ويبارك لك في عمر كله، دي أجمل مرحلة من مراحل العمر. والله العظيم لو ما لحقت نفسك وتغرسي دلوقتي هتندمي. عارفة لو غرست في فترة الشباب ديت وغرست الخير، لبست الحجاب، بطلت المعاصي، بعدت عن كل دوت، حفظت القرآن، بدأت ما شاء الله يعني تتعلمي العلم وبدأت تدعو إلى الله، الله أكبر، هتتنعمي هتتمتعي. يوم القيامة الناس كلها، كتير من الناس هيبقوا واقفين في أرض المحشر يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. يا الله. ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فتصفر جهنم زفرة على أرض المحشر، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. الأنبياء نفسها بتقول يا رب سلم سلم، وكل نبي يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير إلا حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مشهد صعب جدا. في ظل المشهد ده أنت هتبقى في ظل عرش الرحمن. النبي اللي قال كده مصدق حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتاني واحد النبي ذكره مين؟ شاب نشأ في عبادة الله. كلمة شاب تشمل الاثنين، شاب والفتاة، زي قول النبي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي، كلام للذكور والإناث، زي قول النبي عليه السلام خذوا عني مناسككم، الكلام للذكور والإناث. الله.
عشان كده بقول لك الحقي نفسك. فترة الشباب دي والله أجمل فترة، أحلى فترة في العمر كله. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيقول اغتنم 5 قبل 5. الحقي. عارفة أنت طبعا لما بيجي أوكازيون في وسط البلد أو في معرض من معارض الملابس وأنت نفسك تنزلي تشتري ملابس يعني متبرجة أو ملابس مكشوفة، فتيجي واحدة زميلتك تقول الحقي يا فلانة ده المعرض ودي فرصة بقى، فرصة العمر، أسبوع واحد بس لمدة أسبوع 7 أيام خصم 50% على كل الملابس. بتعملي إيه؟ لو معكيش فلوس بتستلفي، ولو معاكي بتروح تستلفي برضه عشان تزودي، ولو هتجيبي قطعتين لبس لا بتجيبي 4 أو 5. ده أوكازيون. يا الله. أمال الأوكازيون بقى بتاع العمر بقى، فترة العمر اللي لو ما اغتنمتهاش مش هتلحقي بعد كده. يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك قبل ما تعجزي، صحتك قبل سقمك قبل ما تعي، غناك قبل فقرك يعني قبل ايه؟ قبل ما تفتقري، فراغك قبل شغلك قبل ما تنشغلي، حياتك قبل موتك. الله. 5 حاجات الحقيقهم قبل ما تندم عليهم. ربنا يبارك فيك. طبعا انا عارف انك هتقولي لي طب طالما بقى ده كلامك بقى واقعي جدا بصراحة، طالما ان احنا مش هنعيش غير مرة واحدة ليه ما نتمتعش بقى ونعيش؟ وبعدين انا متعتي في الموسيقى واللبس الجميل والبوي فريند، انت ليه بتسميها معاصي؟ اقول لك انا ما بسميهاش معاصي، ده ربنا هو اللي سماها كده، ربنا هو اللي حرم الحاجات ديت. عارفه يا اختي ربنا يبارك فيكي، انا كانسان ما اقدرش ان انا املك ان انا احرم ولا احلل، انما انا احرم ما حرمه الله واحلل ما حلله الله، بس انا ابلغ فقط. انما هذه الاشياء مين اللي سماها معاصي؟ ربنا. ومين اللي سمى المعاصي؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين كل المعاصي اخرتها مش كويسه. انا عارف برضو انك هتقولي بس انا اصلا مش عايز البس حجاب لسبب، انا بحب ان انا اخلي الناس كلها شايفاني جميله. طب ده انا حتى اقول لك حاجه بقى مش هتصدقها، انا لما بخرج ومعلش يعني انا هكلمك بوضوح، لما بخرج بره ومحدش بيعكسني انا برجع البيت زعلانه جدا. اول ما بخش ببص على المرايه بقول هو انا في حاجه غلط؟ هو انا محدش عاكسني النهارده ليه؟ سبحان الله. اقول لك خد بالك بقى يا اخت ان ربنا اداكي نعم كتيره جدا. تخيلي كده، انا عايزك بس تتخيلي وتتاملي كده ونامي وغمضي عينيكي وحاولي تتخيلي المشهد ده. تخيلي لو ربنا خد منك نعمه واحده بس، نعمه البصر، يا ترى هتفضلي برضو جميله؟ تخيلي كده لو ما بتشوفيش وانت اصلا دلوقتي ممكن تكوني جميله بس خد عينيكي. ربنا يا رب يحفظك يا رب ويحفظ عليكي كل النعم. بس انا بقول لك تخيلي لو خد عينيكي هتفضلي برضو جميله؟ طب بلاش عينيكي، لو خد السمع، الناس بتكلمك انت مش سامعه، هتبقى برضو جميله؟ طب لو خد نعمه الكلام، لسانك ما بيتكلمش خلاص ما بتنطقيش، يا ترى هتفضلي جميله؟ اهي النعم ديت لو الانسان ما حافظش عليها ممكن تسلب منه في اي لحظه. وبعدين حتى لو عشتي بلاش ده كله، لو ربنا ما سلبش منك اي نعمه، لو ما خدش منك اي نعمه، يا ترى انت وهتفضلي جميله كده، بس هتفضلي جميله لحد امتى؟ ما هو كده كده لازم هتكبري وشكلك هيتغير. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، ان انت تبقي صغيره، طفله صغيره اموره والاب والام فرحانين بيكي، وبعد كده تكبري تبقي فتاه وتبقي شايفه نفسك وشايفه انوثتك وجمالك، وبعد كده تعجزي وتبقي مستنيه اللحظه اللي انت تخرجي فيها من الدنيا دي لانك خلاص زهقتي من الدنيا. سبحان الله. انما الجمال الكامل والدائم مش هيكون غير في الجنه. وبعدين اقول لك حاجه، انت بتقولي بزعل قوي لما اخرج والاقي شاب ما بيعكسنيش لاني بحس ان انا مش جميله. اهو الشاب اللي بيعكسك ده ومعجب بيكي والله ثم والله عمره ما هينفعك ابدا وانت على خشبه الغسل، عمره ما هينفعك وانت في قبرك. ولو قلت له بعد موتك تعالى اقعد معايا ساعه واحده في القبر لا يمكن يوافقك. صح ولا لا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عارف ان انت مبهوره جدا بالمشاهير والفنانات والمطربات لان طبعا عايشين عيشه انت متخيله ان هم سعداء، لكن خدي بالك من حاجه، حتى الفنانات اللي انت مبهوره بيهم دولت اسالي اي واحده منهم، قربي كلمي واحده منهم واساليها، قولي لها بعد الاضواء والتصفيق والشهره والاوتوجرافات والصور والكلام ده كله لما بتقعدي مع نفسك في البيت يا ترى مين ايه اللي بيبقى معاكي؟ والله هتقول لك ما بيبقى معاها الا الهموم والاحزان والالام اللي هي حاسه بيها، لان هي حاسه ان هي بعيده عن ربنا مصدر النور والخير. عارفه يا اخت ربنا يبارك فيكي، الانسان مخلوق من جسد ومن روح. الجسد دوت اصل خلقته من ايام سيدنا ادم، اصل خلقته ايه؟ من الطين، من الارض. غذاؤه كله من الارض، وغذاء الروح من السماء، القران والسنه والذكر وطاعه ربنا ومحبه ربنا سبحانه وتعالى. فزي ما الجسد محتاج يتغذى ومحتاج يتعالج، برضه الروح محتاجه تتغذى ومحتاجه تتعالج. انت كده
عمالة بتغذي في الجسد، بتمتعي نفسك، بتلمعي وشك بالمصاحيك والكريمات لكن فين بقى الروح؟ الروح بتفطسيها، لأن الروح ليها علاج واحد بس، قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، أنا عارف إن أنت برضه هتقولي لي بس أصلا أنا مش عايز أتحجب، لأن في بنات كتيرة جدا أنا شفتهم بيتداروا في الحجاب. أقول لك ماشي، معنى كده إن لو واحدة كانت متدارية في الحجاب، ودي واحدة أنت بتقولي واحدة، فاهم إزاي؟ معنى كده إن لو أخطأ طبيب وعمل عملية جراحية وأخطأ فيها نلغي مهنة الطب كلها؟ طبعا لا. ولو أخطأ مدرس وعامل تلميذ معاملة مش كويسة، هل معنى كده نلغي مهنة التدريس؟ طب ولو واحد ملتحي أخطأ نقول لكل الناس احلقوا اللحى؟ طب ولو واحد بيصلي وعمل حاجة وحشة نقول للناس كلها بطلوا الصلاة؟ أظن كلام مش منطقي. لا، أنا عايزك تعملي إيه بقى؟ عايزك طالما أنت شايفة إن في بعض البنات، أنت بتقولي بعض، فاهم إزاي؟ لو في واحدة ولا اتنين بيتداروا في الحجاب، لا، البسي بقى أنت الحجاب وقولوا لهم تعالوا بقى أوريكم بقى الحجاب اللي بحق وحقيقي، هو ده الحجاب ولا بلاش؟ آدي القدوة، آدي الإيه؟ عرفيهم بقى إزاي الحجاب يكون وإزاي أخلاق المسلمة تكون. وخدي بالك بقى من حاجة، أنت عارف أنا من خلال تعايشي مع المشاكل اللي بتعرض عليا من كتير من المسلمين والمسلمات، عرفت إن في بنات كتيرة اتحجبوا غصب عنهم وما لهمش أي أجر. إزاي؟ هديك مثال. هي كانت جميلة ومتبرجة ورافضة الحجاب ومش مقتنعة بيه تماما، يقدر ربنا يا رب يعافيك ويعافي الجميع، يقدر ربنا ان وشها يتحرق، سبحان الله، راحت اتحجبت عشان تداري الحرق اللي في وشها، لبست الحجاب غصب عنها وهي من جواها كارهه الحجاب ورافضه الحجاب، يعني لابسه الحجاب ومش واخده اجره. يبقى كده احسن ولا الواحده تلبس الحجاب لله وتاخد اجره ويبقى كل ده في ميزان حسناتها؟ وبعدين عايز اسالك سؤال، وبالله عليكي جاوبيني مع نفسك كده بس بصدق. لو جت شركه من الشركات وانت نفسك تشتغلي والمكان ما فيهوش اي اختلاط لا بالرجال ولا بغيره وشغلانه كلها حلال وهتشتغل وتنبسط جدا وعدد ساعات بسيطه جدا، وقالوا لك المرتب يا ستي 5000 جنيه في الشهر، بلاش 5000 جنيه، $5000، يلا خليها بالعمله الصعبه، $5000 بس بشرط ان انت تلبسي حجاب. هتلبسي ولا لا؟ والله لو 200 جنيه هتلبسي، واخد بالك؟ طب سبحان الله، يعني لما يكون $5000 هتلبسي عشان خاطرهم الحجاب. طيب ربنا وله المثل الاعلى، مالك الملك وملك الملك، حبيبك اللي اتفقنا ان احنا النهارده لازم نعمل حاجه هو بيحبها سبحانه وتعالى، لما يقول لك البسي الحجاب والثمن هو الجنه، ترفضي؟ يا الله، 5000 جنيه يا اخت ولا $5000 ولا الجنه؟ اظن مش ممكن انت ترفضي بعد ما عرفتي كمان ان ادنى اهل الجنه، اقل واحد في الجنه هياخد قد الدنيا 11 مره. معلش انا عارف ان انا تعبت كتير جدا من الاسئله اللي انا سالتها، لكن اكرر مره ثانيه وثالثه وعشرة، الله العظيم أنا عايزك تسمع الشريط ده عشان تلاقي نفسك مش عايز الجنة وبس، لا، أنت نفسك بعد ما تسمع الشريط ده تبقي نفسك إن ربنا يرضى عنك، نفسك بأي طريقة إن ربنا يحبك سبحانه وتعالى. وبالله عليك أنا عارف إنك طبعا شايفة الحياة بمبي، صح، وحقك يعني لسه برضه صغيرة ونفسك تعيش، لكن خدي بالك من حاجة، ممكن تكوني ناسية إن في يوم هتسيبي فيه الدنيا له محالة. هو في حد في الدنيا هيخلد يا أختنا؟ ربنا يبارك فيك. طيب يا ترى لو انت او انا مت الان، بالله عليك وقفنا بالاذن ربنا، انت هتقولي ايه وانا هقول ايه؟ انا عن نفسي والله اقسم لك بالله ان استحي ان اقف بين ايدين ربنا اقول له انا عملت ايه، قدمت ايه. تخيلي بقى حضرتك لو قابلت ربنا وانت لا صليتي ولا لبست حجاب ولا ذكرت ربنا ولا قريت قرآن ولا طلبت العلم ولا دعيت إلى الله ولا بريت أمك وأبوكي ولا وصلت الرحم ولا عملت حاجة من الحاجات ديت، لما تقف بين إيديه ويقول لك اديتك النعم دي كلها، عملت إيه في النعم دي؟ عبدتيني ولا لأ؟ ما عبدتنيش ليه؟ إيه كان عذرك إن أنت تعبديني؟ مش أنا وعدتك بالجنة لو أنت عبدتيني؟ مش أنا حذرتك من النار لو أنت عصيتيني؟ هتقولي إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وأنت عارف إن إحنا اليوم ده قريب جدا، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني سبحان الله، يعني يوم القيامة خلاص قرب، اقترب للناس حسابهم، خلاص القيامة قربت، والإنسان إذا مات قامت قيامته، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، إن الإنسان فعلا لو مات خلاص قامت قيامته، هيقدر يرجع تاني؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وسبحان الله لو جه اليوم دوت، اليوم اللي يعني أنا والله ما قصدي أخوفك، لكن قصدي إن أنا أفوقك، لأن إحنا كلنا كتير من الناس في غفلة. أنا نفسي الكل يفوق، نفسي إن ما فيش مسلم ولا مسلمة يتحرموا من الجنة. لو جه اليوم ده ودخل عليك ملك الموت، بالله عليك وجاوب على نفسك بنفسك، تحب يدخل عليك وانت محجبة ولا متبرجة؟
لو دخل عليك ملك الموت وانت ما لبستيش حجاب ولا فكرتي، هينادي عليك بأي نداء؟ يا أيتها النفس الطيبة ولا الخبيثة؟ طب ولو دخلت القبر الحفرة، والله ما قصدي أخوفك على قد ما أنا قصدي إن أنا أفوقك. إني لو دخلت القبر الحفرة دي أقسم لك بالله إن أكتر حاجة بتخوفني منظر القبر، أكتر من النار كمان. مش في أكتر من كده؟ لأن منظر القبر إن أنا أتحط في حفرة ضيقة بالمنظر ده ويتقفل عليا لوحدي، مفيش حد معايا، والكل يسيبني ويروح وأنا لوحدي، أعمل إيه؟ والملاكين جايين يسألوني دلوقتي، هرد أقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قبر صندوق العمل، اللي عملتيه في الدنيا يا أخت ربنا يبارك فيكي هتلاقيه تحت في القبر. اللي نفسك تلاقيه اعمليه. انت احيانا بيجي عندك بعض المال يبقى في ايدك ونفسك تشتري فيلا، والفيلا دي نفسك تعمليها احسن فرش واحسن ديكور واحسن اضواء واحسن انوار، وبتدفعه وتقول انا ما بستخسرش، يعني ده هي فيلة العمر كله، وهو ده قبر مرة واحدة هتدخليه وبعدها اما الجنة واما النار. افرشيه صح، جهزي القبر من دلوقتي، يعني خليه زينيه كده بالطاعة، زينيه بحجابك، زينيه بحيائك، زينيه بالقرآن بالصلاة، زينيه بذكر الله بالقرآن، زينيه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو جيت يوم القيامة في أرض المحشر يا ترى هتاخدي صحيفتك بيمينك ولا بشمالك ولا من وراء ظهرك؟ يا ترى لما تيجي في الميزان بتاعك هيبقى ثقيل بالحسنات ولا خفيف ومفيش أي وزن ليك عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى لما تيجي عند الحساب وتقف بين ايدين ربنا هتقول ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى لما تعدي من على الصراط هتعدي ولا هتقعي؟ يا ترى لما توصلي في النهاية هيبقى المصير جنة ولا نار؟ نفسي تخش الجنة، عشان كده بقول لك اوعى تزعلي مني، انا حريص اني ما ازعلكيش، حريص جدا ان انا بقول لك والله انا مش قصدي اخوفك ولا ارعبك، انما قصدي تفوقي عشان العمر بيعدي. وحتى لو انت تبتي في اخر حياتك يكفيك ان انت تندمي على ان عمرك كله عدى من غير ما تغتنمي كل لحظة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وصدق من قال: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. لا خدي بالك من حاجة كمان بقى، لا ده أنا هفترض مش إن أنت بقى يعني هتيجي يوم القيامة تخش هنا، لا ده أنت هتخش الجنة. أنا هفترض بحسن ظن بالله إن أنت هتخش الجنة. طب لو دخلت الجنة هتبقى في أنهي درجة من درجات الجنة؟ وإحنا عايزينك في أعلى درجة، لأن النبي هو اللي وصفك كده، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. الله، مش بقى لما تاخدي بقى شاليه في الساحل الشمالي، لا لما يبقى القصر بتاعك سقفه هو عرش مالك الملك وملك الملوك. أنا متأكد وحاسس بيكي وبقول أكيد أنت بدأت تفكري في الكلام ده. طبعا أنا عارف أنت هتقولي لي إيه، هتقولي لي أنت عايز نتوب، ده أنت ما تعرفش أنا عملت إيه. أقول لك اوعى تيأس من رحمة الله. أنا بقول لك أنا شغلتي النهاردة إني بقول لك عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة، مش عايزين حد ييأس من رحمة ربنا أبدا. إحنا اتفقنا في أول الدرس إن أنت هتعملي حاجة ربنا بيحبها، صح ولا لا؟ فعشان كده بقول لك اوعى تيأس من رحمة ربنا مهما بلغت ذنوبك. هتوصل لذنوب الرجل اللي قتل 99 نفس، طبعا ورغم ذلك تاب الله عليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
لا، وربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله، ما هو ربنا سبحانه، مش بقول لك ودود ورحيم وشكور وحليم سبحانه وتعالى. شوفي لما يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا الله، عمرك هتلاقي رب رحيم ودود زي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك والله لو عرفتيه لا تحبيه سبحانه وتعالى. ولو كان أحب الناس إليك بيفرح بتوبتك أكيد هتتوبي، فما ظنك ولله المثل الأعلى إن ربنا هو اللي بيفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. عايزك تقومي في الثلث الأخير من الليل من الليلات وتقومي وتصلي قيام الليل، ركعتين قيام ليل، وتبكي بين إيدين ربنا تقول: يا رب توب عليا، يا رب يصل لي ألبس حجابي، يا رب يصل لي أسيب العلاقة المحرمة، يا رب يصل لي أبطل مزيكا واسمع قرآن، يا رب يصل لي طلب العلم والدعوة إلى الله. قومي وابكي بين إيدين ربنا وخلي لسان حالك ومقالك: لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. عشان كده بقول لك لو تعرفي ربنا بجد والله لا تحبيه، ولا يمكن تعملي أي حاجة تغضب ربنا أبدا. زي ما قلت لك ربنا هو الرحيم والودود الشكور. من مشاهد رحمة ربنا بيكي ده أنا هقول لك بس عشان تحسي قد إيه نعم ربنا عليكي فعلا لا تعد ولا تحصى. عد معايا 7 حاجات. أول حاجة من مشاهد رحمة ربنا عليكي إن ربنا بيسترك بعد الذنب. يعني أنت بتعملي الذنب وممكن ربنا يعرف الناس كلها أنت بتعملي إيه، ورغم ذلك ربنا بيسترك. رقم 2 إن ربنا أمهلك وما خدش، يعني ما أمرش ملك الموت إنه يقبض روحك قبل ما تتوبي، سابك لحد ما تتوبي. شفت الرحمة؟ رقم 3 إنه بيتوب على العبد قبل ما العبد بيتوب، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني ربنا بيرزقك نعمة التوبة فبتتوبي ويقبلها منك سبحان الملك. رقم 4 إن ربنا سهل لك التوبة. توبة ربنا على بني إسرائيل إن كان كل واحد يقتل كل اللي يقابله، قتلوا 70,000 واحد في يوم واحد، ودي كانت توبة الله عز وجل على بني إسرائيل. أما احنا مهما بلغت ذنوبنا وآثمنا طالما الروح لم تغرغر أو لم تطلع الشمس من المغرب، أول ما تقول يا رب يقول لك لبيك أمتي قد غفرت لك. يا الله، شفت قد ايه ربنا رحيم ودود. رقم 5 إن ربنا بينزل كل ليلة. عارفة الكلام ده؟ ربنا بينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا وينادي: هل من داع يدعوني فأجيب، قوم اطلب اللي انت عايزاه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. قومي وتوبي وقولوا له: يا رب تبت إليك، يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، أنا مش عايزة حاجة من الدنيا، أنا عايزك ترضى عني، عايزك تحبني، عايزك تدخلني جنتك. قومي واطلبي من الملك سبحانه وتعالى. رقم 6 ربنا جعل لك باب التوبة مفتوح، ما تقفلش، مفتوح على طول لحد ما تغرغر الروح أو تطلع الشمس من المغرب. رقم 7 إن أنت لما تتوبي ربنا مش هيغفر لك ذنوبك وبس، لا والله ربنا هيبدل لك كل ذنوبك وسيئاتك حسنات. يا الله، ربنا قال كده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكده كده يا أخت ربنا يبارك فيكي. كده كده احنا سايبين الدنيا، كلنا سايبين الدنيا بحلوها ومرها، وهناك بقى هناك في الجنة لو انت
أطعت ربنا وتبت ولبست حجابك وفضلت بقى في طريق أهل الإيمان والاستقامة، هتنسي كل تعب وكل مشقة شفتها في الدنيا مع أول غمسة في جنة الرحمن. أما لو الإنسان ما تبش، ربنا يعافينا ويعافيكي، وفضل على المعاصي وفضل مكابر ومعاند ومش عايز يتوب ومش عايز يرجع لربنا، هينسى كل متعة شافها في الدنيا مع أول غمسة في النار. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ شفت حاجة حلوة في حياتك؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل يا أختنا ربنا يبارك فيك ويحفظك، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا بس من أهل الجنة، ربنا يجعلك من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. وبعدين أنا نسيت أسألك أهم سؤال، بالله عليكي يا ترى بتحب النبي؟ بتحبيه بجد؟ أنا مش بهزر والله، بتحبيه بجد؟ طبعا أنا عارف إنك بتحبيه. أنا عايز أحكي لك بس نماذج بسيطة جدا من نساء الصحابة اللي بجد كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عارفة في غزوة أحد والنبي عليه السلام راجع ومجروح ومتضايق وتعبان وانضرب بالسيف صلى الله عليه وسلم لحد ما انكسرت رباعيته وشج جبينه ونزفت الدماء الشريفة من جسد النبي، واتقتل 70 من خيرة أصحاب النبي، منهم عمه حبيبه الحمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم راجعين يا أختي من الغزوة مروا بامرأة من بني دينار ما نعرفش اسمها، لكن حسبها أن الله يعرفها. فقالوا لها: قتل أخوك اتقتل في غزوة أحد. ردت قالت كلمة جميلة قوي، قالت: وما فعل رسول الله؟ يا خبر أبيض، بيقول لك أخوك اتقتل، تقولي وما فعل؟ أيوة طبعا النبي أغلى عندي من الدنيا واللي فيها. قالوا لها: قتل أبوك وأبوك كمان اتقتل. قالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا: قتل زوجك، قتل ابنك، 4، أخوها وأبوها وابنها وجوزها ال4 اتقتلوا بغزوة أحد، وهي تقول: وما فعل رسول الله؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شافت النبي بكت وقالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء في الدنيا يهون طالما أنت بخير يا رسول الله. الله. أم عمارة وقفت يوم أحد لما الصحابة كتير منهم فروا، وقفت ومسكت السيف وهي امرأة عدت 60 سنة، وقفت تدافع عن النبي وانضربت 12 ضربة بالسيف، منها ضربة واحدة قعدت تتعالج منها سنة كاملة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقى معقولة واحدة تحتسب 4 من أقرب الناس إليها، وواحدة تانية جسمها يتقطع حتت عشان خاطر النبي وبتدافع عن النبي، وانت لحد الآن مش قادرة تتخلي عن البوي فريند، وانت لحد الآن مش قادرة تلبسي الحجاب، وانت لحد الآن مش قادرة تبر أمك وأبوكي، وانت لحد الآن مش قادرة تسمعي كلام زوجك، وانت لحد الآن مش قادرة تبطلي الأغاني وتسمعي قرآن. سبحان الله. عارفة يا أخت ربنا يبارك فيكي، احنا عندنا أصل من الأصول العظيمة جدا اللي في هذا الدين اللي موجودة في ديننا، إن ديننا ده أصلا مبني على الاستسلام لله. ربنا بيقول إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما حضرتك عرفتي إن ربنا أمرك بالحجاب، طالما عرفتي إن ربنا حرم عليك أي علاقة محرمة، يبقى ما فيش عندنا وقت للاختيار، ربنا اللي أمر، ربنا هو الذي قدر هذا، خلاص. خدت بالك؟ عارفة سبب نزول الآية دي؟ سبب نزولها قصة جميلة قوي، هتاخدي من وراها درس وعبرة حلوة قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كانت في واحدة اسمها زينب بنت جحش، عارفاها؟ دي أم المؤمنين اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي حب يزيل الفوارق الطبقية في المجتمع، فهي ما شاء الله زينب بنت جحش دي كانت جميلة ونسيبة وحسيبة وغنية وقرشية يتمناها كل حسيب ونسيب. النبي حب يجوزها من مولى من الموالي، راجل فقير جدا وشاب فقير اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. فراحت رفضت، فنزلت الآية دي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالت: بس خلاص يا رسول الله أترضاه لي زوجا؟ قال لها: رضيته. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتجوزها سيدنا زيد بن حارثة، قعدوا سنة مع بعض، وبعد كده حصلت مشاكل فطلقها. خدي بالك بقى، سبحان الله، اتجوزته رغم ان هي ما كانتش عايزاه، بس ليه؟ بتضحي بحياتها كلها طاعة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي المكافأة من عند ربنا لما طلقها زيد، مين اللي اتجوزها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل الأمر بزواجها من النبي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
فكانت تتفخر على أمهات المؤمنين، والحديث في البخاري، فكانت تقول إيه؟ زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق 7 سماوات. يا الله، يبقى هي بتضحي بحياتها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معقولة أنت مش قادرة تضحي بأن أنت تلبسي حجاب؟ يا الله، مش قادرة تضحي بمتعة دنيوية؟ سبحان الله. لا، وخدي بالك بقى من حاجة، أنا عايزك تتخيلي معايا 3 مشاهد. لو ما طلعتش من الدرس ده كله أو من الشريط ده كله إلا بال3 مشاهد دولت، أنا بقول لك دول كفاية عليك يا أختي. وزي ما بقول لك وبعدك وبكرر لك، ورب الكعبة أنا حريص إن أنت ما تزعليش، وحريص إن أنت ما تضايقيش، وحريص إن أنت تخش الجنة. ربنا يبارك فيك. المشهد الأولاني، تخيل حضرتك لو أنت ماشية مع والدك في الشارع، هو راجل ملتحي وما شاء الله وبيصلي وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أنت ماشية معاه من غير حجاب، وهو ياما دعاك للحجاب لكن أنت رافضة، وفجأة أنتوا الاثنين قابلتوا النبي صلى الله عليه وسلم. والدك أول ما شاف النبي، يا حبيبي يا رسول الله، راح جاري عليه وبدأ يقبل راسه ويقبل إيديه، يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفجأة راح النبي باصص لك وقال له مين دي؟ فقال له دي بنتي مسلمة يا رسول الله وبتحبك والله. أنا عارف طبعا، يعني أنا متخيل النبي هيقول لك إيه، أنا مش عارف، بس أنا بسألك أنت هتبقى مكسوفة وأنت واقفة قدام النبي بالمنظر ده ولا مش هتبقى مكسوفة؟ أنا واثق هتبقى مكسوفة. طب ما ربنا مطلع عليك وأنت كده، والله أحق أن يستحيا منه. ده المشهد الأولاني. المشهد الثاني، أنا عايز أتخيل أن النبي جاي يزورك في البيت وجاي يشوفك وأنت لابسة الحجاب وجاي يتمم على حجابك. هتقابل النبي إزاي لما تعرفي أن النبي جاي وبيتمنى يشوفك مسلمة ما شاء الله، محجبة ملتزمة زي ما كان أمهات المؤمنين وزي ما كان يعني نساء الصحابة، وهيطرق الباب وأنت اللي هتفتحي؟ يا ترى هيبقى شكلك إيه قدام النبي؟ يا ترى هتقابليه إزاي؟ يا ترى هتتكسفي من النبي ولا لأ؟ ده المشهد الثاني. المشهد الثالث بقى، ان انت لو فضلت على كده وما لبستيش حجاب وهتقابل النبي على الحوض، يا ترى تحب ان انت تبقي محجبة وبعدين لما تموتي وتقابل النبي على الحوض ويعرف ان انت كنت محجبة، ولا تفضلي متبرجة ولما تقابل النبي على الحوض يا ترى هتشربي من ايد النبي ولا الملائكة هتطردك من على الحوض؟ ايه اللي تتمنيه؟ تتمني النبي يستقبلك ويرحب بيكي ويسقيكي من ايده شربة هنيئة مريئة لا تظمئي بعدها ابدا، ولا تتمني وانت واقفة في وسط الناس كل الناس والملائكة تطردك انت بالذات ويبقى المنظر صعب قوي، هتتكسفي وهتتضايقي وهتتخنقي وهتحسي بعذاب شديد جدا، ربنا يعافينا ويعافيكي. يا ترى تتمني يوم القيامة تقعدي في ظل عرش الرحمن وتاكلي زيادة كبد الحوت وانت قاعدة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، ولا تفضلي واقفة في أرض المحشر 50,000 سنة؟ أنا بقول لك الكلام ده كله في النهاية برضه عشان برضه نفسي تخش الجنة والله، والجنة خدي بالك مش ببلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. طبعا حضرتك عارفة ان الفرق القومية دلوقتي عمالين بقى في استعدادات لكاس العالم ومعسكرات، ولو اللعيب جاب جون بياخد عربية ومش عارف ايه. عارفة انت لو صليتي يا الله هتبقي جبتي احلى جون يقربك من جنة الرحمن. لا، ولو لبست الحجاب بقى هتبقي جبتي احلى جون في شباك اليهود يطلعوهم من دوري وكاس. ليه؟ لان سبحان الله اليهود هم اصحاب بيوت الازياء العالمية كلها، هم اللي نفسهم يعروا كل بنات المسلمين. انت نسيت يا اخت ايه اللي حصل مع الاخت المسلمة اللي كانت رايحة تشتري ذهب من سوق بني قينقاع، وجه اليهودي راح رابط طوبها من تحت في طوبها من فوق عشان جسمها يتكشف، فلما قامت صرخت راح مسلم غيور راح قتل اليهودي اللي عمل فيها كده، لان هي مسلمة غيورة لا يمكن مش متعودة ان جسمها يتكشف سبحان الله. فلما المسلم قتل اليهودي راح اليهود اجتمعوا على المسلم فقتلوه، راح النبي مطلع جيش كامل واجلى يهود بني قينقاع من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسألك برضو سؤال، عمرك ركبت طيارة؟ سؤال غريب صح؟ لما تركب الطيارة والكابتن بتاع الطيارة بيقول انا بأمر كل الركاب او بطلب من كل الركاب ان هم يربطوا حزام الامان، بتسمع كلامه؟ طبعا بسمع كلام. طب بتسمعي ليه؟ لانه اضرب مصلحة الركاب. طيب ولما بتروح للدكتورة وبتكتب لك علاج، يا ترى بتمشي على علاج في نفس الاوقات اللي هي قالتها لك بدقة؟ طبعا. طب ليه؟ عشان هي اضرب مصلحتي. يا الله، بقى ربان السفينة وقائد الطيارة والدكتورة اضرب مصلحتك، ولما ربنا امرك بالحجاب ما كانش اضرب مصلحتك. طب يا ترى لما ربنا سبحانه وتعالى بيطلب منك انك تلبسي الحجاب ولما النبي بيؤمنك برضه انك تلبسي الحجاب، هتلبسي ولا مش هتلبسي؟ خدت بالك؟ عشان كده اعظم نصيحة والله يا اخت، اعظم نصيحة بقدمها لاختي الغالية،
إنك تخلي حياتك كلها لله، تبقى أنت بتاعت ربنا وبس. عايزك تقولي أنا أمل الله، أنا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. أختنا الغالية، ليه ما تسمعيش كلام ربنا وتبقي في أحلى قصر في الجنة؟ ليه ما يكونش القصر بتاعك بجوار قصر أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ وبعدين أكيد أنت سمعت عن الصحابة الأجلاء بلال وعلي وعمار وسلمان، النبي أخبرهم يا أخت إن الجنة اشتقت لهم. طب ليه أنت كمان الجنة ما تشتقلكيش؟ هو أنت شوية؟ سبحان الله. وبعدين أكيد في بنات كتيرة جدا أنا عارف إنها بتخطط من زمان، اللي نفسها تبقى دكتورة، واللي عايزة تبقى فنانة، واللي عايزة تبقى مذيعة، واللي عايزة تبقى سيدة أعمال. أنا نفسي ألاقي واحدة، ونفسي تكوني أنت الواحدة دي. نفسي ألاقي واحدة بتخطط إنها تكون زي عائشة، زي خديجة، زي فاطمة، زي أم سليم رضي الله عنهن أجمعين. واوعي تحتقري نفسك، اوعي تقولي معقولة أنا أدخل الجنة فضلا عن إن أنا أكون مع النبي في الجنة. سبحان الله، اوعي. شوفي حديث رواه مسلم لما ربيعة بن كعب كان بيحضر مية الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي يكافئه، قال له سل شيئا يا ربيعة. كان ممكن ربيعة يقول معقولة أنا أكون مع النبي في الجنة، لكن لا، ما احتقرش نفسه، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي قال له أو غير ذلك، مش عايز حاجة تانية، عايز حاجة تانية؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. سيدنا عكاشة بن محصن لما في يوم من الأيام النبي ذكر إن في 70,000 واحد هيخش الجنة بغير حساب ولا عذاب، سيدنا عكاشة ما احتقرش نفسه، قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال أنت منهم. يا سلام. سيدنا عمير بن الحمام في غزوة بدر لما النبي قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عمير بن الحمام قال إيه؟ قال بخ جنة عرضها السماوات والأرض. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخ؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. هي دي المسألة. اوعى تحتقري نفسك، قول إن شاء الله هكون في الفردوس الأعلى بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. ومع كل الكلام ده عن نعيم الآخرة، خدي بالك لما تطيع ربنا هيكرمك مش في الآخرة وبس، هيكرمك دنيا وآخرة. لما تلبسي حجابك، لما تمشي بما يرضي الله، لما تطيع ربنا هيرزقك بالزوج الصالح بدل البوي فريند، هيسعدك الزوج الصالح وياخد بإيدك للجنة، ويرزقك بأولاد صالحين يحبوك ويدخلوا عليك الفرحة، يحفظوا القرآن، يتعلموا العلم ويبقوا دعاء إلى الله. يبقى كل نسمة تخرج توحد ربنا يبقى في ميزان حسناتك. لو ما كانش فيه أي متعة في الدنيا، كفاية إن ربنا يرضى عنك ويحبك، دي أجمل متعة في الدنيا والآخرة. وخدي بالك بقى، أنا عايزك يعني سبحان الله، البنت اللي مشغولة بعلاقة حب مع سين وجيم وصاد، أنا عايزك تعملي علاقة حب بجد، بس مع مين؟ مع ربنا. تخيلي، أنا بكررها تاني، أنا نفسي تعملي علاقة حب بجد مع ربنا، تقوم بالليل وتصلي وتقول يا ربي يا حبيبي حبني زي ما بحبك، والله لو حبك لتاخد الخير كله. الحديث في البخاري يقول جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فلو حبك خذي بقى الخير كله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لو حبك هيكرمك. شوفي لما ربنا حب سيدنا إبراهيم عليه السلام، لما ألقي سيدنا إبراهيم في النار قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله. شوف لما ربنا حب خديجة رضي الله عنها وأرضاها اللي وقفت جنب النبي وسندته في أحلك الأوقات، ينزل سيدنا جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت خديجة بأيام يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. شوف ربنا لما حب أبي بن كعب أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه سورة البينة. أظن بعد كل الكلام ده بقى آن الأوان بقى إنك تلبس الحجاب، لأن أنا متأكد إن أنت بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك تنصري دين الله سبحانه وتعالى. والله أكبر نصرة يا أختي تقدميها لدين الله سبحانه وتعالى إنك تلبسي حجابك عشان تحجبي فتنتك عن شباب المسلمين، عشان يعرفوا يعبدوا ربنا صح. وخدي بالك بقى من حاجة، لو لبست الحجاب وأنا متأكد إن شاء الله إنك هتلبسي الحجاب، وأنا بدلك على شريط آخر جنب الشريط ده إن شاء الله، شريط من أهم الأشرطة، بل أنا بعتبره أغلى شريط في عمري كله، اللي هو أختاه وقفة مع النفس. يا ريت تسمعيه برضه. خدي بالك لو لبست الحجاب الدين ما خلص، لا لازم تصلي ولازم تستمتعي بالصلاة زي ما النبي كان بيستمتع ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. عايزك تستحضري كده وانت بتصلي ان انت بتناجي الله
وإن ربنا بيرد عليك. الحديث رواه مسلم، قال جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نفسي وانت بتصلي تستحضر المعنى ده. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال جل وعلا: حمدني عبدي. الله، يعني لما تقوليها كده وانت بتصلي ربنا بيرد عليك في اللحظة دي: حمدني عبدي أو حمدتني أمتي. خدي بالك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال جل وعلا: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تبقي سعيدة وانت بتكلمي ربنا وربنا بيكلمك. تبقي سعيدة وانت بتقري كلام ربنا. تبقي سعيدة وانت بتطلب العلم. تبقي سعيدة وانت بتدعي إلى الله. تبقي سعيدة وانت بتقبلي إيد أمك وإيد أبوك وتبريهم. تبقي سعيدة وانت بتطيعي كلام جوزك طالما ما فيهوش معصية لله. تبقي سعيدة وانت بتأكلي ولادك وتطعميهم عشان يطلعوا عباد لله صالحين، وانت بتحفظيهم القرآن. عشان كده لما تلتزمي، ليا نصيحة تانية عايز أقولها لك: حاولي تتدرجي في النوافل بالذات. يعني لما تبدأي قيام الليل بلاش تبدأي ب11 ركعة، ابدأي بركعتين معهم الوتر. ابدأي بركعتين وزوديهم، بعد أسبوع يبقوا 4، بعد أسبوعين يبقوا 6. المهم ان انت ما ترجعيش ورا. لو سبت حتى على النوافل البسيطة دي، المهم ان انت ما تتأخريش. خدت بالك؟ في الصيام ابدأي برضو بيوم الاثنين والخميس، وبعد كده بشوية خلي 3 أيام في شهر عربي، 13 و14 و15. أنا عايز يعني وهكذا. في القرآن ابدأي كل يوم حتى ولو بصفحتين، وبعد كده خليهم 4 صفحات لحد ما توصلهم لجزء في اليوم على الأقل. ربنا يبارك فيكي. حاولي تروضي الجوارح دي على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن المشكلة الكبيرة إن بعض البنات اللي كانوا مش ملتزمات فضلت من غير حجاب 10 سنين أو 20 سنة، ومشيت مع الشباب لما داخت، وقعدت ترقص في صلاة الديسكو لحد ما جالها حب الشباب، وبعد ما زهقت قالت بس نجرب بقى سكة التين. خد بالك؟ تقوم داخله بشده وتقوم خارجه من الناحيه الثانيه. هو دي المساله، هو ده اللي النبي قاله، قال: ولن يشاد الدين احد الا غلبه. نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فسددوا. طب مش قادرين وقاربوا. يبقى ايه؟ يبقى المقاربه. يبقى تحاولي بقدر الامكان ان انت تعملي من النوافل القدر اللي تقدري تثبتي عليه. واحب الاعمال الى الله ادومها وان قل. خدي بالك من اخر حاجتين بقى اختم بهم الدرس ده. اول حاجه ان الشيطان مش هيسيبك. انا دلوقتي خلاص وصلنا لمرحله ان انا واثق وعندي حسن ظن بالله وعندي ثقة فيك جامدة قوي ان انت ان شاء الله هيبقى عندك عزيمة وقوة وإرادة ان انت بعد ما تسمع الشريط خلاص هتتحجبي ان شاء الله. وخدي بالك بقى من حاجة، الشيطان مش هيسيبك ابدا بعد الالتزام. هي لو شفت بقى حياتك بقت كلها معقدة ازاي؟ طب ما انت كنت بحريتك، كنت ما شاء الله وعايشة ومبسوطة وبتخرجي بأحسن لبس ومكياج وميك اب وكعب عالي، والشباب كلهم كانوا فرحانين. ده انت لسه صغيرة وحلوة حتى. خدي بالك، اثبتي واستعيني بالله واحرصي على الصحبة الطيبة عشان تفضلي ثابتة على طريق الخير. أقدم لك 10 نصائح أختم بهم الدرس، وإن كان والله في كلام كتير جوايا نفسي أقوله لك، لكن كفاية اللي أنا قلته لك ده. وأنا والله من جوايا سعيد جدا ومبسوط وعندي أمل في الله إن شاء الله تسمع الشريط دوت يغير حياتك كلها إن شاء الله. أول حاجة، هجري مكان المعصية. إن أنت لو في مكان اتعودت ان انت تعملي فيه معاصي معينه، ابعد عن المكان ده. لو كان صالة ديسكو ابعد عن الشارع ده خالص. لو كان مش عارف ايه ابعد عن المكان. لان الراجل اللي قتل 99 نفس لما راح للعالم عشان يتوب فقال له: هل لي من توبه؟ قال له: اجر. عملت ايه؟ قال له: قتل 99 نفس. قال له: بس اخرج من الارض دي فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا ففيها اناس فاعبد الله معهم. رقم 2، تغيير الصحبه. ان انت تسيبي كل الشله اللي كانت بتاخد بايديك لاي معصيه، وتصاحب الأخوات الفضليات اللي يعينوك على طاعة الله ويقربوك إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وبعد فترة لما تثبتي وربنا يكرمك ويبقى عندك علم، ارجعي بقى لأصحابك بتوع زمان، صحباتك البنات دولت، وادعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لعل وعسى يذوقوا طعم وحلاوة الإيمان زي ما ذقتيها. رقم 3، عايزك تشغلي نفسك بهدف جميل، إن أنت تتعلمي القرآن، إن أنت تتعلمي السنة، إن أنت تبقي داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنت تقدمي أي خير للمسلمين. رقم 4، دراسة سير الصالحات.
وأنا أدلك على كتاب أنا عامله اسمه صحابيات حول الرسول، كتاب مهم جدا ربنا يبارك فيك وينفعك به. رقم 5 كثرة العمل الصالح. ما انت ياما عشتي في أيام أو في معاصي أو في بعد عن الله، فلازم تعوضي بقى العمر اللي فات ده كله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأبشري زي ما قلت لك، لو تبتي إن شاء الله ربنا يبدل لك كل سيئاتك إلى حسنات، لكن برضو إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رقم 6 قصر الأمل ودوام ذكر الموت. مش معنى كده بقى تخلي حياتك كلها نكد وليل ونهار تتكلمي عن الموت، لكن خلي في مخيلتك انك لازم في يوم هتقابلي فيه ربنا سبحانه وتعالى. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. رقم 7 دفع التسويف. لو وقعت في ذنب، لأن خدي بالك من حاجة وده مدخل مداخل الشيطان، لما هتوبي ما انتش معصومة، ممكن تقع في يوم من الأيام في ذنب، قومي تاني واثبتي وارجعي مرة تانية وابدأي من أول وجديد بفضل الله، واوعي تيأسي واوعي تقولي لا هتوب بعدين وتسوفي. لا، التسويف ده عامل زي ايه؟ زي واحد رايح يقطع شجرة فما عرفش، فقال خلاص أجلها للسنة اللي جاية. السنة اللي جاية الإنسان دوت كبر في السن فضعف، والشجرة الجذور بتاعتها توغلت في الأرض فبقت قوية فمش هيعرف يشيلها. فلو جذور المعصية اتمكنت من قلبك ممكن ما تعرفش تشيلها، ولو اضطريت تشيليها هتشيلها من فوق وتسيب الجذور جوه. لا، شيل المعصية من الأول وتوبي يوم بيوم، وتوبي بعد كل ذنب عشان ربنا يكرمك ويقبلك إن شاء الله. رقم 8 الصدق مع الله. خليكي صادقة مع ربنا. أنا بتوب لله، أنا مش بتوب عشان أتجوز، مش بتوب عشان يقولوا دي تايبة، مش بتوب عشان الناس تحبني، أنا بتوب عشان أنت تحبني يا رب وترضى عني. رقم 9 التبرؤ من الحول والقوة. أنا يا ربي مش هقدر أتوب إلا لو أنت أعنتني على التوبة، أنا مش هقدر ألبس حجاب إلا لو أنت يسرتهولي، بس أنا هاخد بالأسباب وأروح وأجيب الحجاب واشتريه وأعمل، بس يا ربي أنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا برضاك، إلا لو أنت أعنتني. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده المعنى الجميل، إن أنت ما تقوليش أنا تبت بشطارتي، أنا لبست الحجاب بمعرفتي، بعزمتي، أنا عندي قوة وإرادة. لا، أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا إذا ربنا أعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 10 ودي آخر حاجة حسن الظن بالله. ظني بيك يا رب إنك هتغفر لي كل اللي فات، ظني بيك إنك هتحول لي كل ده الحسنات، ظني بيك إنك هتقبلني وترحمني وهتخليني داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وهتخليني من أهل الجنة، وهتجمعني مع أمي خديجة وعائشة ومع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هي دي كانت الرسالة اللي أنا عايز أوجهها لكل أخت مسلمة غالية عندي، بعتبرها حتة مني، وبقول لها والله خايف عليكي وبحب لك الخير ونفسي ربنا يجمعك في الجنة. ده كان حوار مع تائبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشريط سببا في توبة بنات المسلمين اللي هم أخواتي. فيعني أتمنى ما كنش أثقلت عليك في أي كلمة أو ضايقتك بأي كلمة، لأني في النهاية والله بحب لك الخير. أسأل الله عز وجل أن يجعلك شبيهة بأمهات المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.